السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حواوشي سهل وسريع واحسن من بتاع بره كتير طبعا، لان انت عاملاه في البيت فبتبقي ضمناه عاملاه بايدك. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات اللي معانا. انا معايا ربع كيلو لحمة، هحتاج له نص كيلو بصل، والكمية دي من الفلفل هقطعهم بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهجيب بولة احط فيها ربع كيلو لحمة، والبهارات اللي معايا معلقة صغيرة من كل حاجة: فلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات لحمة و... وتوم باودر وبصل باودر، ولو عندك البهارات الجاهزة بتاعة الحواوشي هتضيفيها. انا هنا ضفت البهارات معايا، هبتدي انزل بكمية البصل، وانزل بكمية الفلفل اللي معايا. انا عامة مش بحب ازود بهارات كتير عشان احس بطعم اللحمة. انا بعد ما ضفت البصل وضفت الفلفل هبتدي ان انا اخلط المكونات مع بعض، وهجيب الرغيف هفتحه من الجنب فتحة كده، وهفرد اللحمة جواه بشكل كويس بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هجيب الصينية بتاعتي وهجيب فرشة وهدهن الصينية زيت، وهحط الرغيف بتاعي وهديله كمان من على الوش دهنة زيت. انا هنا ما استخدمتش ليا ولا استخدم اي حاجة عشان عايزاه خفيف. لو انت عايزة تضيفي ليا ممكن تضيفيها. انا ما ضفتش ليا مع الخليط ولا ضفت في التحمير. او ممكن تحطيه في الفرن، تدخليه في الفرن، او ممكن ان انتي تطيبيه على البوتاجاز في الطاسة. هنا خرج معايا، انا بس معرفتش ان انا افتح الصوت، كان بيقرمش جدا اللهم بارك، من بره وطري من جوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك وتضغطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة بإذن الله.